بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. آه، كلاكيت تاني مرة. كلاكيت تاني مرة. حد حاسس بحاجة النهاردة؟ أنا سايب دقني، ما حاولتش أحلق ولا أعمل حاجة يعني. مش مفيش حاجة تستحق النهاردة أنا أحلق دقني. ده بيراميدز هيلعب النهاردة خبر النهائي بتاع أفريقيا. مبروك مبروك. ان شاء الله يكسبوا يعني، ونقعد نشجعهم كده وجمهور الزمالك يكون سابقنا طبعا في المدرجات، ونرجو منهم حمل الفانيلات البيضاء عشان نعرفوا كمية دعم جمهور الزمالك للنادي الحبيب. بيراميدز حبيب بالنسبة لهم يعني. واحنا طبعا احنا النهارده هنشجع بيراميدز اوريدي توقيع عالي جدا، علشان هو بيمثل الأندية المصرية وبيمثل جمهورية مصر العربية في النهائي. فده مني العبد الضعيف الفقير محمد محفوظ لكل الأهلاوية وكل جمهور مصر، من فضلكم النهارده عايزين نشجع بيراميدز لأجل إن هو بيمثلنا. إن شاء الله يكونوا موفقين في الملعب، وبتمنى لهم التوفيق ويكسبوا ونكون راضيين عن أدائهم، لأن طبعا سان داونز فرقة ضعيفة، ما كانش المفروض يحصل مع الأهلي ما حصل، إنما الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ولازم غيرنا يدوق طعم التورته. طعمها ايه التورته بتاعت دوري ابطال افريقيا؟ احنا اصبحنا محتلينها، فكده كويس عشان ما يبقاش الاهلي يركبها. اصلا ما فيش فرقه، ده الفرقه ضعيفه. فيعني ان شاء الله ربنا يصلح الحال، والنهارده بيراميدز نبارك له. طبعا مبروك متاخره قوي على الدوري النادي الاهلي. معلش انا اتاخرت في الطلوع، ما حاولتش اعمل اي، بس كان عندي شويه حاجات كده، شويه ظروف يعني. مبروك لكل الاهلاويه، ومبروك لمجلس اداره الاهلي. مبروك الحب الموجود بين لعيبه النادي الاهلي اللي ظهر قوي في كره حسين الشحات، اللعيب قوي 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 قوي، واللي اقعد اقول لحد ما يبطل كوره بمزاجه ده ما يقعدش على الدكه يعني. انا اسف يعني، ده ما يقعدش احتياطي، حرام يعني. مش ده اللي انت تقعده لاي حد خالص يعني. انت بتتصرف لك صرفه، ما تقعدش حسين الشحات. نزل قلب الدنيا في مينتس. جاب جون عالمي من زاويه صعبه، وحط جون وعمل جون بالكعب الامام عاشور. هو يقدر يحطها والجون فاضي، بس الراجل عمل فينت وراح عامل ترقيصه وراح حاططها الامام، بيهديه بهداف الدوري المصري عشان يبقى هداف الدوري المصري كمان من جوه النادي الاهلي. طبعا تحيه كبيره قوي لحسين الشحات. شيء تاني مزعل كل الاهلاويه، مزعل كل لعيبه الكوره اللي بتفهم كوره واللي بيحبوا الكوره. ازاي علي معلول ينتهي امره بالوضع ده؟ يعني ليه علي معلول ما يروحش كاس العالم مع النادي الاهلي؟ يعني أنا حاجه غريبه والله. انا اذا كان يحيى عطيه الله لما نسمع جايز يروح، تبقى نصيبه، تبقى نصيبه كبيره. اذا كان انت ناوي تعتمد على وجود كوكا والدبيس، اقول لك كوكا بعد اذنك خليك كفايه اللي لعبته في نص الملعب، ابقى لعبه. لان ان لعبته يعني، معلش في وجود الناس الموجوده، ان لعبته هو صغير وياخد وقت. واللي يقول لي منتخب مصر، اقول له بعد اذنك انا مش عارف المنتخب ده بيتم اختيار اللعيبه ازاي. منتخب مصر ايه بتاع ايه؟ انا ما دي احطها على جنب خالص يعني. محسن الشحات ما بيروحش منتخب مصر، وهو احسن لعيب في مصر، ما بيروحش منتخب مصر. انا والله ما انا قريبه تاني اهو، زي ما كنت بقول على مع علي معلول ماليش قريبه، انا مش قريبه. بس الراجل بيلعب كرة سهلة وبمزاج عالي وبروقان كده، وبيعرف امتى يرقص وامتى يباصي وامتى يطلع بالعرض، امتى يطلع بالعرض، امتى يشوط. لعيب دماغه، بيلعب بدماغه مش بيلعب برجله يعني. كده علي معلول يا جماعة حرام يمشي. اخي الواحد زعلان والله. انا ما عارف اقول ايه لكابتن محمود الخطيب مجلس اداره يعني. اقول كان كولر السبب؟ لا، او كولر مشي. طب جه عماد النحاس راح مقعده في الاول، الناس ازاي يا عمده، ازاي مش عارف ايه. ابتدى زقه في الاول، قلنا راجل جاي يساعد يرجعه، وهل لعبوا تلت ساعه في الاخر. الراجل نزل عمل جون، مفيش ابدع من كده. رجليه بتتلف بحرير علي معلول ده، امشيه ازاي يعني؟ لعيب خبره وعارف امتى يلعبها، امتى يبصيها، امتى يشوطها، امتى يعمل اوفر، امتى يجري، امتى ما يجريش. ده الحاجات دي لها ثمن غالي، ثمنها غالي في الكوره. طبعا اذا كنت حضرتك مشيته، من فضلك يا مدرب اللي جاي، يا كباتن النادي الاهلي، احنا فهمنا خلاص ان اكيد 1000% زي ما انا قلت من سابق ان في سبوبه لازم جاي لعيب في الباك ليفت. انا ما اعرفش مين هو،
بس رجاء يكون على قد المستوى. عندنا الدبيس كويس، اما انك مشيت علي معلول كريم الدبيس يلعب وحط رجل على رجل ما يقعدش. هتجيب له واحد وتقعده يبقى ظلم. ما ده اللي بنتكلم فيه. في حاجات كده بتزعل جمهور النادي الاهلي من الرياضيين، من لعيبه الكوره، الناس اللي لعبت في انديه اللي فاهمه بيزعلوا. يعني انا ما بحبش الظلم، ايام ما كنت بلعب ما كنتش بحب الظلم. يعني لعبت زي ما لعبت كنت اكره الظلم ليا او لغيري، يعني مش كويس. يعني دي نقطه انا خلاص اتكلمت فيها، عديها بسرعه ونتكلم بقى في كاس العالم للانديه. دلوقتي احنا عاملين ماتش واحد ودي، هو ده يصلح؟ ماتش واحد ليه؟ الوداد بيلعب النهارده، هيلعب النهارده مع بورتو، و لعب ماتش من كام يوم، واحنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم ماشيين وعايزين نلعب ماتش واحد قبل كاس العالم. ايه الحق نفسك، اعمل لك ماتش كمان. خايف من الاصابات دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اللعيب بيتصاب في التمرين، وحياة ابويا في ناس بتصاب وهي نايمه على السرير، ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فحاول يا مجلس اداره النادي الاهلي من فضلكم، حاولوا تخترعوا لكم كمان ماتش. ما تخافش، انت بتدخل اللعيبه في الجو، انت بتدخلهم في جو ان دي بطوله مجمعه وان هم قاعدين مع بعض، والكلام ده مش انا اللي هقوله، المفروض حضراتكم عارفين. يعني اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله التوفيق، وان شاء الله يروحوا يشرفونا، وان شاء الله نصعدوا من المجموعه بتاعتنا اول تاني زي ما يشاء المولى. ان شاء الله النادي الاهلي مش هيخرج رغم امنيات الحاقدين الشامتين. اخواتنا الزملكاويه بقى يعني كفايه عليكم عيب. يعني انتوا في المركز الثالث يا الرابع دايما، يعني بقالكم كام سنه في الثالث، مالكم من الاول؟ اللي عمال ينزل فيديوهات الاهلي ظلم تحكيمي. طب حضرتك بتفهم ايه في التحكيم عشان تقدر دي فاول ولا اوت ولا الكره مدوره ولا مربعه؟ بتفهم ايه اصلا؟ نزل فيديوهات وشتيمه شتيمه 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 شتيمه. ليه يا اخوانا؟ ليه الاخلاق الحلوه جميله؟ الانسان الاخلاقه حلوه بيبقى ما تشتمش في حد. انت يا سيدي شد فرقتك والعب ونافس على الدوري ومالكش دعوه بغيرك. الزمالك طالع تالت وهو اول ماتشين ثلاثه في المجموعه الاخيره في الدوري اخدهم ما يستحقهمش اطلاقا. مش هقعد اتكلم بقى اخطاء تحكيميه ومهلبيه وكلنا عارفين ان 3 ماتشات ورا بعض الزمالك اتجامل فيهم. ما لا كان بقى ثالث ولا بقى رابع، كان ايه حالكم؟ نقعد نقول ونعد، نقعد بقى نلم الموسم اللي الزمالك خد فيه الدوري اخر مره. الاهلي دي كم اخطاء تحكيميه ملهاش حصر، والزمالك تغاضي عن كم اخطاء تحكيميه ملهاش حصر. من فضلك الاهلي ده 45 بطوله جوه مصر في الدوري، بس 45 بطوله. انت متخيل الرقم؟ انت هتقعد كام سنه عشان تحصل الاهلي؟ انت عايز الاهلي يقعد ما يلعبش خالص، النادي الاهلي يقعد ما يلعبوش كوره خالص، يتمسح بأسيكا وانت تكافح عشان تاخد الدوري وتحصل الاهلي 20 30 سنه قدام. ده انخدت في ال 20 30 سنه الدوري، ده ما ينفعش تاخدينه 14 مره، هم 30 سنه تاخدهم ورا بعض، ده مستحيل يعني. فتخيل بقى اجيال تموت وتعيش وانت ما خدتش حاجه من غير الاهلي اصلا، مش هتعرف. ما خلاص جالك بيراميدز، انتوا تشجعوا بيراميدز وتمشوا وراه وسيبوكم من فنانه الزمالك البيضاء. كنا نقعد نقول مصر هرمين الاهلي والزمالك، انا كاهلاوي بقول كده يعني، وازعل على الزمالك لما يبقى وحش عشان مش بتمتع في الماتشات، ما انا عايز اتفرج على منافسه بين الاهلي والزمالك. انتوا مش حافظين نفسكم، احفظوا من فضلك يا زملكاوي، يا صاحبي واخويا واصدقائي ولاعيبه الكوره زمايلي الزملكاويه. وانا يعني لا باخد حاجه من الاهلي ولا الزمالك زيكم، ما بتاخدوش فلوس، بس الواحد بياخد ايه؟ انبساط شويه في فرقه تكسب. وازعل لما الاقي نادي زي الزمالك واقع كده، مفيش منافسه يعني. طب بتدور على ان بيراميدز يكسب الاهلي، ان بيراميدز ياخد مش عارف ايه، خليه. انا بشجع بيراميدز ضد الفرق الغريبه. لو مصلحتي في الدوري ان بيراميدز يكسب الزمالك عشان الاهلي اشجعه، حقك. لكن انت تقول الاهلي اتخصم له 3 بونت فوق الثلاثه الاولانيين، يا كابتن عيب. الاهلي ما خسرش الا ماتش اللي انت قلت عليه انسحاب، اللي هو ما راحوش اصلا، هو ما راحش الماتش، وما راحش عشان في اتفاق وفي سيستم محطوط ان مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز تتلعب بحكام اجانب. نقعدوا نعيدوه تاني، طور احلبوه.
طب اشمعنى الماتش ده حضرتك مش جايب حكام اجانب؟ والزمالك اللي كان بيتكلموا احنا مش لاعبين الا بحكام اجانب، اول ما سمعوا ان الاهلي مش رايح الماتش خلوا بعضهم راحوا. شغل ايه ده؟ انت ليك عين تبص ولا تتكلم اصلا ولا تتعلق؟ اسمه ايه ده؟ اسمه عيب. مش لاقي، انا ممكن اقول لفظ وحش بس ما بحبش، انا اخلاقي مش وحش. فخليكم في نفسكم، اسعوا ورا النادي بتاعكم، اجتهدوا ورا النادي بتاعكم، وما لكمش دعوه بالنادي الاهلي خالص. النادي الاهلي مع احترامي للزمالك وبيراميدز واي نادي في مصر في حته تانية، في افريقيا او في الوطن العربي، في مكان تاني خالص في الكره الارضيه كلها. هحكي لكم على حاجه على السريع. زمان كنت بلعب كوره كده على قد كده في دوله عربيه يعني. فجه ماتش الاهلي والزمالك، كنت نزلت بالليل اتفرج، قعدت ناس رحبوا يقعد يا كابتن محمد، قعدت والله ما بكذب، لقيت كل اللي قاعدين، مش اقول كل، معظمهم عشان بس يمين استغفر الله، بيشجعوا نادي الزمالك. فاتضايقت على واحد منهم عماني يعني، فبقول له ليه؟ قال لي يا كابتن محمد النادي الاهلي ده عمال يغلب الزمالك على طول على طول على طول على طول، حرام يا شيخ، وبياخد كل البطولات. كفايه عليكم على كده. السلام عليكم.